في يوم من الأيام كان أبونا لؤى بيصلي يوم أربع، وهو بيصلي في النص سمع المشية بتاعة البابا كرولوس، عشان هو يعني ليه مشية خاصة بيكحت شوية في الأرض عشان سنه وحجمه. فأبونا بيكمل في القداس وتوقع إن مثلا يجي يدخل الهيكل، ففوجئ مفيش حاجة حصلت. مشي بشويش بهدوء لغاية ما جه عند المعلم وقف، يعني ركع طبعا قدام أو أحنى راسه قدام الهيكل، وجه عند المعلم وركع وكأنه كان غير موجود طول القداس. ولما جه عمل صرف الملاك، فأبونا جاب المية عشان يكب له في ايده، فقال له انت حط. المفروض البطرك بيمد ايده وياخد المية يرشمهم ويحطهم في ايد الكاهن، فهو قال له لا هات. المهم خلى ابونا بشوي صرف الملاك، وبعد القداس راح البطرخان. فابونا بشوي وابونا لؤى وانا رحنا نشكره ان جه في يوم زي كده وبهدوء ومشي، لا في كزمراؤوت ولا في وقف عن الصلاة ولا في أي مبادرة، غير إنه واقف زيه زي المعلم. فبنقول له ميرسي سيدنا على جيتك إنك تيجي في يوم زي ده وتقف. قال أنا أقول لكم ميرسي إنكم بتصلوا قداس وأنا جيت أخدت بركة القداس. الحقيقة الجميل في حياة البابا كيرلس تقديره لمفهوم الكنيسة. فيش كاهن يقدر كان يحط ميكروفون زي ده على المذبح، لكن المذبح ده عليه المسيح فقط. الحاجة الوحيدة اللي تتحط هو الإنجيل، لأنه كلمة الله المكتوبة والمسيح هو كلمة الله المتجسد. لكن أي حاجة تانية أو أي شماس يتكي أو شمعدان يتحط نيفر. شمعدان لازم يبقى من الناحية دي والناحية دي، لكن ما يتحطش على المذبح. في قدسية، في قدسية. الحقيقة يعني بتألم شوية لما حد ما يشعرش بهذه القدسية. كان أبونا بشوي يقول كلمة جميلة ما بنساهالوش أبدا، يقول الإنسان الذي يخاف الله، الله يعطيه مخافة أمام الناس. يعطي للإنسان، يعني أنا أخاف ربنا وعندي مخافة ربنا، فيقول لي أنا هديك المخافة دي عندك. فاللي بيقعد يتكلم في الأثناء العشية أو حتى ما فيش قداس وقاعدين في كنيسة يتكلموا، ما فهمش مخافة ربنا، ولذلك يصلوا وكأنه لا صلاة موجودة. يقول لك أنا صليت وقلت مزامير وركعت، ما قبلهاش ربنا لأنك ما احترمتش بيته. ذهبي الفم يقول عبارة جميلة، يقول لما تدخل إلى مجلس الملك، طبعا ما كانش فيه رؤساء زي دلوقتي كلهم كانوا ملوك، لما تدخل في مجلس ملك ما تقدرش تحول عينيك يمين أو شمال، لازم عينيك ليه، لأن عينيك موجهة ناحيته. وأذكر الحقيقة أول ما اترسمت كاهن إن كنت مع أبونا بشوي وكان في حاجة ضرورية قوي فقالها وأنا واقف، وأنا يعني كلمنا كده بسرعة، فبصيت في كاهن كبير في السن يشاور لي، فاطلع قال لي أبونا أنت عارف أنت كنت فين؟ قلت له في الهيكل. قال لي أنت كنت أمام مذبح الله، أنت كنت في السماء، إزاي تحول عينيك عن الذبيحة وتتكلم مع أي حد ولو كان كاهن ولو كانت في حاجة تحصل؟ إيه رأيكم في دي؟ مخافة ربنا راحت. أذكر في الكويت على ما أظن الباشمهندس عاطف لبيب، طبعا كلنا أو اللي قدام عارفينه كويس. بعد ما خلصت قداس في الكويت قال لي أقول لك قصة حصلت معايا بخصوص، ما أعرفش إن كان عاطف رجع، أنا أعرف إنه كان راجع هنا موجود. فعاطف قال لي إيه؟ قال لي وأنا صغير كنت بحضر قداس في وسط الأسبوع مع أبونا بشوي، فحصلت هيصة كده، وهو كان يعني شماس المذبح، هو كان طبعا كنيسة لسه جديدة والعدد كان صغير، فلما حصل هيصة